الدكتوراه نسيبه مساعيه من جامعه خرجه. مرحبا بك ليلى. تقدم لنا الاستاذه نسيبه مداخله حول معنونه بمشاركه المراه في تثمين التراث المادي زربيه بابا نموذجي. فلتتفضل بالمرحب لتجاوز 10 دقائق. شكرا لك سيدي الرئيس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حياكم الله واياكم. اشكر جميع القائمين على هذه الفعاليه، بخاصه الجمعيه التي تعنى بالتراث واثمن فيهم هذه الحماسه للتراث خاصه بالغرب الجزائري، وكذا جميع الفاعلين والمنسقين معهم، وكذا من يحضر معي في هذه الجلسه. مداخلتي عنوانها مشاركه المراه في تثمين التراث المادي، بخصوص وزربيه بابال نموذجا. فيها عده محطات، واختصار الوقت يكون الوضع اكثر مع المناقشه بالاستفاده والاثراء. سأبدأ من خلال ماذا؟ علاقة المرأة الجزائرية بالتراث، سواء بشقه المادي أو اللامادي. وكما نعرف أن المرأة كانت يا إما تنتج أو تقوم بعملية تلقي واستهلاك أو ممارسة ذلك التراث. فالمرأة إما تقوم بالحياكة أو النسيج، أو تقوم مثلا بالخياطة، أو تقوم مثلا بصناعة الحلي، أو تقوم حتى برواية الحكايات. كل هذا هي التي تقوم وعنصر فاعل في هذا التراث، وهي أيضا تقوم بحفظه من خلال عملية التداول والعمل على انتشاره. بالنسبة لزربية بابال تاريخ وتراث، المنطقة تقع عند المنحدر الشرقي للأوراس وليدها النابضة بالحياة. تقع على بعد 60 كيلومتر شرق تيمغار و90 كيلومتر غرب ولاية بسا. بنيت في أقصى نقطة من الأوراس الأشم، واحتلت موقعا استراتيجيا مهما من خلال قيادة الأجوى بعرض 30 كيلومتر تفصل هذه الكتلة الصخرية عن هضبة النماشة، وهي واحدة من الممرات الرئيسة المؤدية إلى الصحراء. بابال كلمة أمازيغية يقصد بها أرض الأسود، وهي إحدى بلديات ولاية حجلة تتربع على مساحة تقدر ب 3944 كيلومتر مربع. عرفت سابقا بدوار مجدة، حيث يكون فيها الشعر الشعبي: جينا على جبل باب الشعر، جينا لا حشيش لا فرسان شعر، جينا بنادى يذبوا في الحجاز. هذا نموذج لها. زربية بابال تنفرد منذ قدم، أو يسمى أيضا باب الأسد في ولاية حجلة، بنسج زربية تقليدية ذات جودة عالية تجسد